احتفاء باليوم الوطني للجالية المغربية المقيمة بالخارج والذي يصادف 10 من شهر غشت من كل سنة، احتضنت قاعة الندوات بالمركز الجهوي للاستثمار بمدينة الداخلة أشغال لقاء تواصلي جمع السلطات المحلية بأبناء الجهة المقيمين خارج الوطن تحت شعار استثمارات مغاربة العالم، الفرص والتحديات. اليوم الوطني للمهاجر اللي هو ذكرى سنوية باش نتلاقاو مع الجالية المغربية الخارج، اللي هي جالية مهمة جدا وعندها دور كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة من خلال حضورها، من خلال كذلك المشاريع التي تنفذ. ونحن كمركز جوي الاستثمار نسعى كذلك إلى تقديم كافة التسهيلات لهذه الجالية حتى يمكن لها من ترجع إن شاء الله للوطن، تساهم كذلك في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وهذا كذلك منسجم مع الخطاب الملكي السامي الأخير بمناسبة ذكرى عيد العرس المجيد، والذي كان حث في صاحب الجلالة على الاستماع للمواطنين وكذلك حاجياتهم وكذلك مواكبتهم فيما يتعلق بمشاريعهم. واعتقد ان اليوم كان نقاش وكان حوار مهم جدا. أبناء جهة الداخلة وادي الذهب المقيمين بالخارج دعوا إلى الانخراط وفق مقاربة تشاركية مع الفاعلين المؤسساتيين على المستوى المحلي من أجل دعم ومواكبة المشاريع والبرامج التنموية والاستفادة من الفرص المتعددة التي تتيحها الجهة في العديد من مجالات الاستثمار. نتمنى إن شاء الله أن الالتفاتة ديال السلطات على الناس اللي جايبة مستثمرين ما يبقاوش يلقاو ديك العراقيل الإدارية، يسهلوا لهم جميع الإجراءات القانونية من أجل الحصول على ترخيص الاستثمار مع الأجانب اللي كيجيبوا هنا. ونتمنى إن شاء الله أنهم يزيدوا يسهلوا على المهاجر في مدينة الداخلة وفي جميع المدن المغربية، على أساس أنه داك شوية ديال التجارة اللي كيجيب هنا وهذه راه المهاجر ولات عنده أزمة برا، داك الشيء علاش التجأ لوطنه. لذلك خاصنا نحاولوا ما أمكن نديروا له لا انتغراسيون ونسهلوا له إن شاء الله جميع المأموريات ديالو. بعد الأزمة الاقتصادية العالمية انطلاقا من 2007 خاصة الجالية المقيمة في إيطاليا وإسبانيا، والتضرر اللي عانت منه من ناحية الضمان الاجتماعي ومن ناحية الاقتصاد ومن ناحية الناس اللي كانت تعالج في السبيطار وعندها حق الرجوع إلى وطنها وعندها حق إدماج في المطالب الاجتماعية والمشاريع السياحية والفلاحية والصيد البحري والمبادرات الوطنية تماشي مع الخطابات السامية والتوصيات الملكية. اللقاء شكل أيضا مناسبة أمام أفراد الجالية للتأكيد على مدى ارتباطهم الوثيق بالوطن الأم وإسهامهم في مسلسل التنمية والدفاع عن قضايا الوطن بكل الوسائل الممكنة.